رجاله اهلاويه يا جماعه، بعد اذنكم كده عايز يعني رد على سؤالين او سؤال واحد، يعني على حسب ما الكيمياء هتمشي يعني. يا جماعه وفي ايه بجد والله، ايه قصه رمضان صبحي اللي دايما في اي مناسبه او اي وقت مناسب او مش مناسب بتتذكر؟ في ايه؟ رمضان هيرجع الاهلي؟ طب هو ينفع يرجع الاهلي؟ طب هل هو عايز يرجع الاهلي؟ طب هل اداره النادي الاهلي هترضى ان هي ترجع رمضان؟ يا رجاله اهدوا. رمضان راجل كان لاعب في النادي الاهلي جميل جدا، اختار ان هو يروح ورا الطموح، جميل قوي. هو اختار طريقه، انتوا ليه شغالين دماغكم بيه؟ خلاص يا جماعه الراجل ربنا يوفقه في اي مكان هو يبقى متواجد فيه، ربنا يوفقه. فكوكم بقى من حوار رمضان الصبح ده بجد والله. هو من دون الاهلي اي لاعب على فكره، مش هو بس، اي لاعب بدون ده من غير ده ملوش اي 30 عايزه. يعني انت بفكر معايا كده، رمضان الصبح عمل ايه لما ساب الاهلي الى الان؟ طب تخيل برضو لو هو موجود في النادي الاهلي الى الان، كان زمانه محقق كام بطوله؟ تفتكر؟ تفتكر كان هيبقى سعره كام دلوقتي؟ تفتكر رمضان نجوميته كانت هتبقى عامله ازاي دلوقتي؟ ففكوكم يا جماعه بقى خلاص، عايز يرجع الاهلي القرار في ايدين الاداره. مش هيرجع الاهلي برضو بتاعت الاداره، كبروا دماغكم، كبروا دماغكم من الحوار ده والله بجد.